بعثة أثرية مصرية إنجليزية تابعة لجامعة كامبريدج بريطانيا، بتشتغل في منطقة آثار تل العمارنة بمحافظة المنيا. بتنجح في الكشف عن دفنة فيها مجموعة من الحلي والجواهر المصنوعة من الذهب أثناء عملها بجبانة العامة الشمالية. الدفنة دي بتتكون من 3 خواتم، واحد منهم مزين بصورة المعبود بس إله المرح، والتاني مزين برموز هيروغليفية بيمكن تتقري ساتنبتاوي بمعنى سيدة الأرضين، ده بالإضافة لخلاصة صغيرة من حبات الذهب المفرغ. منطقة تل العمارنة بتعتبر من أهم المناطق الأثرية في مصر، لأنها كانت عاصمة لمصر خلال فترة حكم الملك أمنحتب الرابع، واللي نادى بالتوحيد وعبادة إله واحد سماه آتون، علشان كده غير اسمه لأخناتون. مسمى المدينة أخت آتون بمعنى أفق آتون، وعمل فيها مباني دينية كتيرة لعبادة الإله آتون زي المعبد الكبير والمعبد الصغير. كمان في القصر الكبير ومنزل الملك والقصر الشمالي واللي كان معروف بقصر نفرتيتي، ده غير منازل كبيرة بتخص رجال البلاط وكبار رجال الدولة.